يا صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوني، انا اسراء علاء. ما تنسوش تشتركوا في القناه وفعل الجرس، لايك وشير وكومنت عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. النهارده هعمل معاكم بكبكه. انا عملتها معاكم قبل كده باللحمه. النهارده هنعملها ساده من غير لحمه ولا فراخ ولا اي حاجه. يعني اذا كان متبقي عندنا لحمه او فراخ او ايا كان عايزين نعمل جنبها حاجه سريعه، فدي طعمها احلى كمان من اللي بتتعمل معاها حاجه يعني. حل على النار، حطيت معلقه سمنه، عايزين تحطوا زيت زبده ايا كان براحتكم. بصلايه متوسطه، شوحتها كده لحد ما دبلت شويه، وبعدين سوري. طماطمتين متقطعين صغير، فلفلايه. عايزين تحطوا فلفل الوان براحتكم، معلقه صلصه، مرقه، ظبط الملح والفلفل الاسمر. وهسيبهم كده على نار هاديه لحد ما يتسبكوا كده مع بعض. حطيت ميه مغليه من الكتل. طبعا بعد ما بنحط الميه المغليه بنبتدي نظبط الملح بتاعنا. زودت شويه انا شويه ملح، لان طبعا المرقه فيها ملح، وانا كنت حاطه شويه ملح. غليت غلوه واحده مع الخضار بقى والحاجات دي كلها، حطينا المكرونه. هسيبها برضو تغلي غلوه واحده وبعدين اوطي. احتاجت ميه وهي بتستوى تمام هحط لها ميه، ما احتاجتش يبقى كده تمام وزي الفل. طعمها يا جماعه بجد حلو جدا جدا جدا. انا عايزه اقول لكم ان انا ساعات بعملها بتعشى بيها بالليل. هي لوحدها كده من غير اي حاجه، طعمها بجد حلو جدا. جربوها، قولوا لي رايكم فيها ايه. بس كده، واشوفكم على خير ان شاء الله.